الفيديو ده مش ليكي يا ست الكل، اديني ظهر كده أو سيب الموبايل وامشي. انا عايز الرجاله والشباب والبنات في كلمتين سر. يا جماعه احنا بنعمل جريمه كل يوم في حق اهم انسانه في حياتنا بعد امهاتنا، واحنا مش دريانين. تعال اقول لكم احنا بنهد حيلها ازاي بدم بارد. النهارده مش جاي اقول لكم كلام من عندي، انا مش جاي اقول كلام من عندي، انا جاي اكلمكم بلسان صرخات حقيقيه من بعض الستات هزتني فعلا في تعليقات الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه على نظافه البيوت. واللي عايز الرابط بتاعه يقول لي وانا هبعت له الرابط. الستات قالت لي كلام كبير قوي، قالت لي وكمان قالوا لي يا ريت الكلام ده يوصل للي معانا في البيت وخصوصا ابو العيال. ويا ريت بقى برضو اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كلامنا موجه للزوج والابن والبنت، للزوج والابن والبنت، ولكل حد بيفتح الثلاجه ويلاقيها مليانه ومترتبه، ولما يفتح الدولاب يلاقي هدومه نظيفه، هدومه نظيفه ومتطبقه، ولما يمشي في البيت يلاقي البيت مترتب ونظيف. هنتكلم بصراحه يا جماعه ازاي بحركات بسيطه احنا بنعملها ممكن تهد حيل الانسانه اللي شايله البيت كله، وازاي بكلمه واحده وفعل بسيط تخليها اسعد واحده في الدنيا. وقبل ما اقول، قبل ما يقول ابو العيال والعيال يقولوا احنا رجاله ما بنعملش شغل البيت، ده هيقولوا لي كده دلوقتي، خلينا افكرك بقى وافكر حضرتك بقدوتك وقرة عينك النبي صلى الله عليه وسلم. لما السيدة عائشة رضي الله عنها اتسألت ماذا كان النبي يصنع في بيته، قالت ايه؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. وكان يخصف نعله يعني كان بيصلح النعل بتاعه ويخيط الثياب بتاعته ويحلب الشاه بتاعته، يعني كان بيساعدهم في كل صغيرة وكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش ان ده تقليل من هيبته ولا رجولته. فانت بقى وانا نيجي ايه جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق؟ حضرتك لما تكسل تشيل كوبايتك اللي انت شربت فيها ميه او شربت فيها شاي، او طبقك وشرابك وهدومك اللي انت عمال ترميه هنا وهنا على السرير وعلى الكنبه وفي كل حته، او جزمتك اللي انت بتخش بيها على السجاده اللي لسه متنضفه في البيت مش نعم اللي نظف السجاده دي قبل كده، او تسيب كركبه وراك وانت ماشي من هنا وهنا والست بتتعب في تنظيفها، انت كده بعيد كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرنا بقوله استوصوا بالنساء إيه؟ خيرا. المساعدة في البيت يا جماعة رجولة، المساعدة في البيت رجولة، والرفق بأهل البيت هي أعلى درجات الإيه؟ الرقي الديني. سيدي الفاضل الأب أو الابن، أنا كلامي كأخ ليكم أكبر أو كأبناء ليا، أنا جدي الأحفاد، أنا كلامي ليكم كأخ لكم أو أبناء. الكوبايه اللي حضرتك شربت فيها وسبتها على الترابيزه بتاخد منك 5 ثواني بالظبط عشان توديها الحوض، مش ده حقيقه؟ تخيل بقى لو كانوا 10 كوبايات وخمس شرابات واطباق فاكهه رايحه واطباق فاكهه جايه، وال5 ثواني بتوع حضرتك اللي انت كسلت تودي فيها الكوبايه دي الحوض بقت ساعه من وقتها ومجهودها. وليه تدخل بالجزمه؟ يعني ليه حضرتك تخش بالجزمه وهي لسه كانسه الشقه ومروقاها؟ ليه تدخل بالجزمه جوه البيت وتوسخ الفرش وتلوثه بالميكروبات بتاعه الشارع وانت عندك اطفال كمان ممكن ايه تتاذى؟ ارجوك شيل مكانك، لان دي مش مساعده، دي ابسط حقوقها عليك. ونيجي بقى للشباب، الشباب بقى يفضلوا كده والبنات اللي ماسكين موبايلات ليل نهار يقولوا كده بقى ايه، عايز الستات تسمعهم الكلام ده وهم شايفين بعينيهم امهم، شايفين بعينيهم امهم وهي رايحه جايه بيحدفوا هدومهم في اي حته وشراباتهم في اي حته وبرضه عايزين اللي يجيب لهم كوبايه الميه، ماما انا عايزه كوبايه ميه، ماما اعمل لنا شاي، ماما اعمل لنا عصير. امكم يا جماعه مش روبوت بيلم وراكم، امكم انسانه مش روبوت بيلم وراكم. الهدوم اللي بتترمى مقلوبه او بره سله الغسيل بتخليها تضطر تعمل ايه؟ بتوطي وتنحني وتلم وتعدل الهدوم حته حته. تعب ظهرها ده امانه في رقبتكم، تعب ظهر امكم امانه في رقبتكم. جرب مره كده تحط غسيلك في السله بتاعه الغسيل معدول وشيل كوبايتك حطها في مكانها وقوم اشرب بنفسك، ما تقولهاش كل شويه اديني كوبايه ميه يا ماما، وشوف الدعوه الحلوه اللي هتطلع
وقتها. ولما حضرتك بقى تعمل اكله في نص الليل كده وامك تعبانه من هدي طول النهار نايمه، وحضرتك تقوم تاكل في نص الليل، الكلام ده برضه لابو العيال. لو تعمل اكله بتقلي بضايه ولا بتسلق بضايه ولا بتحط حته جبنه ولا بتعمل سندوتشات، لما بتسيب وراك اطباق وطاسات ومعالق وسخه. وتخيل الست بقى، تخيلوا الست دي اللي قبل ما تنام كانت مروقه المطبخ ومخلياه بيبرق زي الفل، لما تصبح الصبح كده بدل ما تبدا يومها بنشاط تبدأ تنظف وترتب الكركبة اللي حضرتك سبتها بالليل. ولازم تعرفوا يا جماعة، لازم تعرفوا إن أكبر وجع لست البيت هو إنها تحس إنها إن مجهودها تحصيل حاصل. أكبر وجع لست البيت إنها تحس إن مجهودها ده تحصيل حاصل، يعني لو البيت كان نظيف وكان ما فيهوش مشاكل يبقى هو ده العادي، لكن لو حصل تقصير لأي سبب من الأسباب الدنيا كلها تقوم. الكلام ده طبعا لأبو العيال والعيال. كلمه بقى، كلمه تسلم ايدك دي، وانت تعبت النهارده، او ارتاحي واحنا ايه هنحضر العشاء النهارده. الكلمات دي كلها مفعولها اقوى من المسكنات اللي هي عماله تبلبعها طول النهار من المجهود اللي انتوا بتخلوها تعمله عمال مع بطال. يعني بلاش تحسسوها انها مكنه شغاله، بلاش تحسسوا الام دي انها مكنه شغاله بالكهرباء، حسسوها انها ايه، ملكه البيت. الرجوله بقى يا جماعه للشباب والابو العيال، الرجوله مش انك تقعد تؤمر، يعني مش رايح جاي عمال جيبي وخلي وسوي وانك تؤمر. والبر بالوالدين مش انك تتفرج على مامتك وهي بتنهج، يعني ده حقيقه. المفكرين انها بتنهج كده، ده اساسا لازم تنهج. لا، البيت مركب يا جماعه، ولو الكل جد في المركب، المركب هيمشي بسلام. جربوا النهارده كده كل واحد يشيل حاجه محطوطه في مكان غلط، هو رماها مش هي اللي رميتها. الشراب اللي انت حطيته على الكنبه ولا على السرير، وهدومك اللي انت رميتها في كل حته دي، والكتب والكراسات اللي انتوا بترموها دي كلها، او حتى يساعد في غسيل المواعين بعد الغداء. البنات، الكلام ده للبنات برضه يا جماعه، للبنات اللي هم خلاص على الجواز ومش عارفين يغسلوا الطبق، او مستكسلين يغسلوا الطبق، معتمدين على ماماتهم في كل حاجه. قوم يغسل المواعين، ساعدي مامتك، والابن كمان نفس الكلام. المفروض غسل طبق، يغسل طبق. هو انت هيضرك ايه لما تغسل طبق؟ مش فاهم برضه، يعني مش حاجه. وشوفوا لما انت عملتوا كده، شوفوا الطاقه الايجابيه اللي هتملى البيت بعد كده. هي هتحس بايه؟ هتحس انك شايفينها ومقدرين تعبها. ده في دراسات يا جماعه بتقول ان اكتر سبب للتوتر والاكتئاب عند الامهات، اسمعوني الحته دي كويس قوي، اكتر سبب للتوتر عند الامهات، التوتر والاكتئاب عند الامهات احساسها بالوحده داخل بيتها، انها بتحس بالوحده وهي داخل البيت. لما بنساعدها احنا مش بنريح جسدها بس، او مش بنريح جسمها بس، ده احنا بنحمي صحتها النفسيه. الام المرتاحه نفسيا بتطلع جيل سوي. الام، والكلام ده لابو العيال اللي عايز عياله يطلعوا سويه. الام المرتاحه بتطلع جيل سوي ومبسوط. الموضوع يا جماعه مش نظافه، الموضوع مش نظافه بيت بس، الموضوع موضوع سلام نفسي للاسره كلها. يا رب تكون رسالتي وصلت للي عايزه توصل له. والستات بقى ايه، يا ريت بقى كل واحده او كل واحد او كل واحده شافت الفيديو ده، او كل واحد او كل ابن شاف الفيديو ده، يقوم يبوس ايد مامته ويقول لها ارتاحي شويه وشكرا يا ماما، ويشوف اي حاجه مرميه في اي حته يشيلها بدلها كده ويريحها. وانت يا ست الكل بقى، انت يا ست الكل ابعتي الفيديو ده على جروب الاسره. يعني اكيد كل اسره كده عندها جروب على الواتس ولا حاجه. انت من سكات كده خد الفيديو ده، انشريه من غير ولا كلمه، انشر لهم الفيديو ده يوم ما يسمعوه براحتهم من غير ولا كلمه. وسيبيني اقوم بقى ايه بالمهمه دي بدالك في الكلام الصعب ده. ما حدش يزعل مني يا جماعه، انا بكلم الرجاله والشباب والبنات، ما حدش يزعل مني. انا اب وجد في نفس الوقت. يا ريت بقى تشيروا الفيديو ده في جروبات الستات علشان تعم الفايده، فتدل على الخير ايه يفعله. كنتم في قناتكم تثقيف غذائي وصحي مختار سالم قمر. احنا بقى بنهتم بكل تفصيله تخلي اكلكم وصحتكم وحياتكم اجمل وافضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وادعموا القناه بشير واللايك واي تعليق، حتى لو في خارج المحتوى انا هرد عليه ان شاء الله، عشان ندعم القناه وننشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع والهدوء النفسي لستات البيوت. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.